السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم متابعين عائلة رويتش ونور؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. رجعت لكم بفيديو جديد واللي هو تحضير الكسكسي الليبي على الأيادي الليبية. نسموا مع بعضنا. بسم الله. أول حاجة ناخدو طبعا الطنجرة، بعد ما ولعت الغاز ونخلوها تنشف شوية لاني غسلتها فنبغى تنشف شوية. طبعا خلينا نوريكم طريقة التحضير كيف. طبعا هنا عندي 7 بهارات، فلفل، بزار، وشوية قرفة وملح. عندي زيت القبطان نستخدم فيه طبعا الكسكسي. اهو كسكسي، شوفوا. طبعا لازم في الوصفة لازم يكون ماء الزهر. عندي طماطم الصفوة نستخدم فيه كويس. عندي حمص هنا وبصل، ولازم من قرن الفلفل. وهنا عندي دجاج وبطاطا. شوفوا معي توا كيف. بعد ما جفت الطنجرة نرجع لكم. طبعا هنا جبت كوب مية لأن بنديرو به الكسكسي. شوفوا كيف مش معبي هلبة، لازم ما يكونش معبي هلبة، وحنصبه في الكسكسي بالتدريج. خلينا نبدأ نصب الزيت. طبعا ركزوا زين، زيت القبطان من أحسن الزيوت. شوفوا كيف معاي. لو تحبوا يجيكم محمر يعني كويس، تبوها تجيكم دهان كتروا الزيت، ما تبوها تجيكم دهان اختيار يعني. ناخدوا البصل وقرن الفلفل نحطوهم. بسم الله. بعد ما حطيته ناخد الحمص اللي درته، ناخد البهارات نحطهم ونرجع. نشوفوا معي هنا حطيت البهارات 7 بهارات والبزار والملح والقرفة. نحطهم مع بعض. الكسكسي متاعنا يدير. حطيت طبعا البصل متاعنا يبدو يعني البصل. الحمص اختياري يعني، مش ضروري يعني الحمص. لازم نحركوه زين، لازم ياخد اللون. معاي ركزوا زين معاي. كان حسيت انه البصل الزيت بتاعهم شوي، حسيت انا يعني. شوفوا معي زيدوا شوية زيت، شوية. طبعا خلوني اوريكم الطريقة كيف راح تكون بشوي بشوي. الطريق يعني يلبل للبصل متاعنا. طبعا هنا درت شوفوا البهارات اللي خديتهم كنت حطيتهم كلهم. خليت الفلفل الاحمر ودرت كشيكان ونص طماطم. طبعا هنا عندي دجاجة واختيار يجي. استخدمت طرفين بطاطا. هو طبعا اختيار الكسكسي يجي كيف ما تحبوا انتوا، لك في الشتاء لازم يكون الدجاج. طبعا تقدروا تديروا بالحم الخروف، حمل يعني بجميع انواع اللحوم. احنا المسلمين يعني نبتعدوا على لحم الخنزير فهذا بعيد علينا، فيعني بالدجاج احلى. اختياري يعني انتم حسب شو تحبوا. نفتح الكسكسي نصبه في الصينية ونرجع لكم. طبعا هيك بعد ما صبيت الكسكسي ركزوا معي زين. ناخد ماء زهر صبها مش هلبة، زيدوا شوية يعطي بنا جنينة للكسكسي. شوفوا كيف معي نديرها بشوي بشوي. طبعا استخدمت الصينية هي، بس انتوا تقدروا تستخدموا صينية واسعة يعني مش لما تحركوا. طبعا الكسكسي فيه 3 انواع. رقيق طبعا استخدمت الكسكسي رقيق لأن ما لقيتش الكسكسي الحجم الغليظ، في الحجم المتوسط. بس الكسكسي لما يكون احلى يكون بالحجم المتوسط. شوفوا معي كوب الماء اللي وريته لكم باكلي مش معبي هلبة. شوفوا لوين. صبوه بالتدريج شوي بشوي. الكسكسي مبلك يكون سهل طيابة وسريع يعني. شوفوا كيف معي. ركزوا كيف نديروا الكسكسي. قاعد جاف. لازم ندير له بطرة زيت. شوفوا معي قطرة بس ما يشدش معنا. بس طبعا زي ما قلت لكم زيت القبطان كويس، فيش يعني بنة قوية بتاع الزيت. نرجع نصب مية. طبعا استدعيت حد يجي يصور معي.
معي كيف نبلها ونديرها ونرجع لكم. طبعا هنا شوفوا البصل كيف قاعد هيك متبلش يعني، شوفوا معي الإضاءة كيف معي. شغل الشفاط بوي هلبا الصوت مش بتسمعوني، حط رقم 1 بس. شوفوا البصل زين قاعد متبلش، وريهم الطنجرة قاعد متبلش البصل. احنا نخلوه يدبل ونوريكم كيف بليت الكسكسي. طبعا شوفوا معي ركزوا زين، شوفوا كيف بليته. طبعا مش نخلوه مية هلبة، لا مية نديروا له مية لين يرطب تحت ايدنا باش ما يصعبش علينا الطياب هلبة يعني. طبعا طبيخة الكسكسي وطبيخة الرز اللي نزلت الفيديو المرة اللي فاتت زي يعني الطبيخة نفس الطبيخة يعني مفيش اختلاف، بس هنا درت حمص وغادي ما درتش حمص. طبعا ماء الزهر شوفوا اسمه اهو، طبعا كويس ما فيش مبلة قوية هلبة واصلي. نغطوا الزيت استخدموه. شوفوا معي كمل يعني هيك. طبعا هيك بعد ما تبل البصل ركزوا زين، ارجع اوريهم شوفوا كيف التصوير تحت هيك. شوفوا كيف بعد ما تبل البصل. طبعا شو بنضيفوا له؟ حنضيفوا الدجاج زي ما قلت لكم والبطاطا على البصل معنا. شوفوا كيف. طبعا الدجاج متاعي مجمد لنا كيف طلعته من الفريز، والبطاطا حنضيفها بالطريقة هذه. حنحركهم شوية مع بعضهم، خليهم يتحمروا شوية مع بعضهم باش يعطي البصل بنا للبطاطا. نرجع بعد ما خليتهم يتحمسوا شوية مع بعضهم. شوفوا معايا كيف بعد ما خليناهم يتحمسوا يتحمسوا يعني عادي، متركزوش على الكلمة هذا. حنضيفوا زي ما قلت لكم بكري خديت ملعقتين ونص طماطم. شوفوا معايا ملعقة صغيرة فلفل مش كبيرة هلبة، لأن ممكن لما يكون الفلفل الأخضر حار فما تضيفوش فلفل أحمر هلبة. ونزلوهم مع بعضهم. شوفوا كيف طبعا الطماطم مستعجل بينزل. شوفوا بعد ما نزلتهم ونحركوهم زين. ريحته بدها تطلع، مش ريحة الشياط، طبيخة مع الطماطم. طبعا نفس اللي شافش الفيديو اللي فات يمشي يشوف، نزلت لكم طريقة الرجدة المسقية. طبعا في هرب عنقولي كل واحد علق لي اسم، يعني اسم شنو يقولوا فيه كل واحد في بلاده. احنا في ليبيا نقولها رجدة. طبعا احنا عندنا زوج انواع رجدة في ليبيا، رجدة مبكبكة ورجدة مسقية. طبعا هنا بتضيف كوب ماء ساخن، شوفوا معي كوب ناقص شوية، فهو لازم يكون كامل شوية بس بين ما بخ كسكسي والطماطم مع بعضهم. لو حسيتوه ابيض تقدروا تزيدوا، ممكن نزيد طماطم شوية ونرجع. طبعا حنزيدها شوية مية لان شفتوا كيف البصل لازم يكون ما يبانش، مش هلبة كان كوب معاه بضيف زيت ربعه. حناخد الكسكسي توا نضيف عليه بالتدريج دهان اللي في الطبيخة بالتدريج شوي. طبعا بعد ما نضيفها حنرجع لكم. اضطريت نغير الصينية لانها كانت ضيقة، فحنفردوه كيف دار شوية لانها شكلي كترت شوية مية. حنديروا له هيك، لازم نفكوه بشي تحاولنا نكركب زي تو. شوفوا استوى هذا لازم نحولوه. هناخد الطبيخة نصبوا قلنا بالتدريج بشوي. شوفوا بشوي لما نصبوها يولي لونه احمر، طبيخة تعطينا لون للكسكسي.
طبعا هيك شوف كيف نحرك فيه بشوي بشوي. شوفوا قاعد معطانيش اللون الاساسي للكسكسي معي، قاعد لونه اصفر، هو لا لازم يكون احمر شوية يعني احمر معي زين. لكم يعني يجيكم طماطم في اختلاف في الطماطم، ممكن يكون لون انتم تكون تستخدموا في طماطم تاني، فاستخدموا طماطم. حنكمل ونرجع لكم. طبعا هيك شوفوا معي ركزوا. طبعا زي ما قلت لكم الطماطم انا استخدم في طماطم الصفرا، شوفوا كيف طماطم الصفرا. تقدروا انتم لو تستخدموا في طماطم تانية يعني عادي. لو الطماطم بتاعكم ابيض شوفوا لونه داخل احمر كويس، يعني لونه الكسكسي مستقش منه هلبة. حنزيدوا شوية دهان اثنين، طبعا تحبوا احمر احسن. هو زي ما قلت لكم شفتوا انا لما حركت الطبيخ لما درت الكسكسي هيك توا طب معي طول، يعني ما ياخدش حتى 10 دقايق ويطيب. طبعا هيك شوفوا كيف ولا لونه. اوريهم شوفوا كيف ولا لونه تصوير. حنصب باقي المية في الطنجرة، نحط الكسكاس طبعا نحركها شوية شوية بس مش لازم هذا نحركه، نغطوه كله هيك. حناخد الكسكاس مجهزاته طبعا. طبعا الكسكاس من الشريف، شركة الشريف ديروا هيك له عكس، صبوا شوي شوي. زي ما قلت لكم تقدروا تستخدموا اي نوع كسكسي فيه غليظ فيه متوسط فيه رقيق، فانا ما لقيتش الا الرقيق عندي فاستخدمت الرقيق. كلها نصبوه. ركزوا معي زين، لازم يفتحوا له فتحة من النص. شوفوا كيف تحت الفتحة فتكون كبيرة، كل ما تكون كبير كل ما يطلع الهواء أحسن وأكتر. طبعا حنخلوه يطيب ويبوخ، ما غطوش طول لين يبوخ. بعد ما يبوخ إن شاء الله حتكون النتيجة في نهاية الفيديو. طبعا إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل شي جديد، وانشروا قناتي.